السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا جايه النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله جميله جدا، طبعا كلكم عارفينها وبتحبوها. هنعمل السمك البلطي مع بعض ان شاء الله. بالتتبيلات الجميله اللي انا بجيبها لكم، اللي هي ما شاء الله بتاعه السمك، اللي بتعجبني جدا. ان انا قلت لكم لو عملتوا بيها اي نوع سمك ان شاء الله هيعجبكم جدا. التتبيلات دي والله العظيم خطيره جدا، بتخلي ريحه السمك وهو بيتقلى جميل جدا جدا، وطعمه كمان تحفه. انا جايه ان شاء الله هعمله لكم النهارده ان شاء الله، ونشوفه مع بعض ان شاء الله هيطلع حلو ازاي باذن الله. وهتحبوه جدا، وبعد كده هتعملوه بالتوابل اللي انا بقول لكم عليها دي، ومش هتقدروا تقاوموا الطعم بتاعه وجمالها. معانا هو السمك البلطي بتاعي. السمك البلطي ده جميل جدا، وانا منضفاه وخليه وزي الفل من جوه. منضفاه خالص وخليه زي الفل ما شاء الله اهو. وكنت سايباه في ميه وملح، ميه وملح بس. انا نقعاه في ميه وملح، ما بيتنقعش غير في ميه وملح بس، عشان يبقى زي الفل كده زي ما انتم شايفين، نضيف جدا اهو ما شاء الله. من قلبه نضيف جدا اهو زي الفل. ده بيتنقع في ميه وملح بس، ما تحطوش عليه خل، لان انتوا عارفين ان جسم السمك طبعا ما بيستحملش. فما ينفعش يتحط في خل، عشان الخل طبعا هيخليه يطرى اكتر من اللازم، ما ينفعش طبعا. هو ميه وملح بس. ويتنضف طبعا كويس، وهي الملح كفيل يعني بيشيل اي زفره من السمك. عندنا ايه التوابل بتاعتنا بقى؟ ركزوا في التوابل دي، عشان التوابل دي انا قلت لكم ان هي جميله جدا، بتخلي ريحه السمك روعه وطعمه جميل. عندنا الملح، وعندي نص معلقه صغيره من الكركم، وعندي الفلفل، وعندي الكمون، وعندي ربع معلقه صغيره من البابريكا. وعندي هنا توابل السمك اللي انا قلت لكم عليها، بنجيبها من عند العطار، بتخلي السمك تحفه وريحته جميل. تقدروا تجيبوها من عند العطار، هو بيحط ما شاء الله فيها كل حاجه بتخليها ريحتها جميله جدا بامانه، يعني والله جميله جدا عن تجربه انا مجرباها وعجبتني جدا، ما عدتش بقدر استغنى عنها، بعملها في كل توابل السمك بتاعتي دلوقتي. وعندي نطرة شطة صغيرة، ونطرة كمان من الكزبرة الناشفة صغيرة برضو. التوابل دي بتخلي السمك تحفة ما شاء الله. انا والله العظيم واثقة من كلامي بقول لكم ايه. لو هتعملوه بيها هيخلي لكم السمك جميل جدا وطعمه خطير. عندي طبعا التوم انا مقشراه اهوت. في ناس بتستغنى عن التوم الحي وبتعمل التوم البودر. لا، التوم الحي احلى بكتير في السمك من التوم البودر، لان التوم الحي بيديه نكهة جميلة، وطبعا مفيد، وبيديه طعم وريحه جميله. ما اقدرش اقول لكم الريحه بتبقى عامله ازاي، هو بيتقلى جميل جدا. وعندي هنا فلفليتين، فلفله خضراء. لو عندك فلفل الوان ممكن برضو، لو عندك قرن شطه اخضر، اللي بيحب السمك شويه حر او سبايسي يقدر يحط منه قرن شطه اخضر. ديت ان شاء الله الحاجه اللي هنعملها ان شاء الله مع السمك النهارده بتاعنا. نعمل جنبه كده رز ابيض، رز زي ما انتوا عايزين، رز ممكن اصفر، رز اللي هو الصياديه اللي هو الاحمر، او رز بالشعريه زي ما انتوا عايزين. السمك المقلي البلطي بالذات بياخد معاه اي نوع رز زي ما انتوا تحبوا. يلا بينا كده نعمل مع بعض. نفرم بقى التوابل والفلافله والثوم مع بعض كده في الكبه، ونحدق بيهم السمك، واوريكم ازاي نعمله دلوقتي. يلا معايا يا حبايبي. شوفوا كده يا حبايبي، انا خلاص فرمت الثوم مع الفلافله والبهارات اهو. هنبتدي بقى نحدق بالسمك. نمسك بقى الدقه دي، ونحدق بها السمك بقى من جوه ومن بره، زي ما انتم شايفين كده. قلت لكم دقه خطيره جدا والله، لو جربتوها ما شاء الله تخلي السمك بتاعكم ريحته تجيب لاخر الشارع. جميله جدا جدا، طعمها جميل. نعمل زي ما بقول لكم كده، نجيب منها كده ونحدق منها من جوه ومن بره. وعايزه اوريكم حاجه كمان عشان السمك يبقى الملح فيه واصل لجوه. نعمل ايه؟ بنجيب سكينه كده، وبنقطع كده من عند من عند فوق كده، من ناحيه من الجنب، نقطع منه فتحه كده، فتحه كده بسيطه جدا، وبندخل بيها التوابل بتاعتنا كده اهو. ومن الناحيه التانية كمان نفس الفتحه كده، كده نفس الفتحه دي، فتحه بسيطه خالص، ما تفتحوش جامد عشان ما يتقطعش منكم. وندخل منها التوابل كده، ندخل فيها التوابل كده اهو. بتخليها طعمها حلو، متحدق من جوه ومن بره. نفس الحكايه اهو. نجيب السمكه من هنا ونعمل لها علامه كده اهو، فتحه كده بسيطه اهو. وندخل فيها تتبيلات كده التوم. ومن الناحيه التانية برضو نفس الحكايه اهو.
ندخل برضو فيها كده من تتبيله التوم كده اهو، نفس الشكل ده، بتخلي لها طعمها حلو من جوه ومتحدق من جوه ومن بره. انا بقى هعمل كل الكميه اللي قدامي دي، هخلصها ونقلي مع بعض ونعمل الرز. خليكم معايا يا حبايبي. الزيت سخن اهوت، هنقلي بقى السمك البولت بتاعنا. ننزل من عليه اي تتبيله عشان الزيت ما يتحرقش اهو. نزله بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل من عليه اي حاجه كده اهو. ما شاء الله ريحته جميله جدا. السمك ده بيبقى طعم جدا في الاكل مع التتبيله اللي انا عاملاها لكم دي، خطيره ان شاء الله هيعجبكم. نقلي بقى السمك مع بعض كده ونخلصه ونقدمه مع بعض ان شاء الله. خليكم معايا يا حبايبي. نطبخ الرز بتاعنا بقى بالشعريه. ننزل بالشعريه بقى في الرز ونحمرها زي ما انا وريتها لكم قبل كده. في ناس بتحمر الشعريه دي بعد ما تطبخ الرز وتحطها عليها من فوق، بس الطريقه دي بتخلي الشعريه ناشفه. لكن لما بنحمر الشعريه وننزل عليها الرز، طبعا الشعريه بتستوي مع الرز، بتخليه طعمها حلو ومستويه زي الرز. لكن لما بنعملها في الاخر كده بتبقى الشعريه ناشفه فوق الرز. فالطريقه ديت بالنسبه لكم هتبقى احسن واسهل. انا كده هنحمر الشعريه بس لما تدي لون، وبعدين ننزل عليها الرز. طبعا الزيت سخن، ننزل الشعريه فيه على طول ونقلب عشان ما تتحرقش مننا. احنا بنعلم كل البنانيت الصغيرين اهوت عشان يقدروا يعرفوا الطبيخ باسهل طريقه. مفيش اسهل من كده طبعا، طبخه النهارده مفيش اسهل من كده. رز بالشعريه وسمك مقلي اهو، ابتدى ياخد لون معانا اهو. اول ما تحمر بس شويه كده نقوم منزلين الرز عليها ونعاير بقى الميه. زي ما قلت لكم لكل كوبايه رز كوبايه ميه كل مره بقول، بس برضو عشان اللي ما يعرفش او ما سمعنيش قبل كده يقدر يعرف. ان شاء الله السمك دوت بالتتبيله دي النهارده هتعجبكم. انا عايزاكم بس تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه بالتتبيله اللي انا عاملاها لكم دي النهارده. جميله جدا ما شاء الله، وريحتها حلوه جدا. لو تشموها، لو في حاجه تقدروا تخليكم تشموا من الريحه اللي انا شماها دلوقتي والسمك بيتقلى، مش هتقدروا تقاوموا ريحتها ابدا. اهي احمرت اهي معانا، احنا مش عايزين نغمقها عشان ما تتحرقش. كده حلو قوي اهي. ننزل عليها بقى الرز ونظبط الملح بتاعه. اهو ننزل الرز بقى بسم الله الرحمن الرحيم، مغسول ومتصفى اهو زي الفل. ننزله بقى كده ونقلبها على طول. نحط الملح. طبعا انا ما اقدرش اقول لكم معيار الملح لان كل واحد حسب الملح حسب كل واحد وراحته. وننزل الميه، نقلب بس كده الملح بس. ننزل الميه. نسيبه بقى نعلي عليه النار لما يستوي وبعدين نهدي عليه النار خالص. خليكم معايا يا حبايبي، نخلص بقى ان شاء الله الاكله مع بعض ونغرفها باذن الله. اه يا حبايبي خلصنا الاكله الجميله بتاعتنا ما شاء الله. السمك المقلي ده تحفه، ريحته جميله جدا. بسم الله ما شاء الله، اتقلى اهوت وخلص ما شاء الله زي ما انتم شايفين جميل ازاي.
انا ما بقلهوش بدقيق. في ناس بتقليه بدقيق، بس انا ما بحبش اقليه بدقيق. الدقيق بيخليه طري، لكن ده بيبقى مقرمش وجميل جدا وطعم. وعملنا طبق السلطه الهايل بتاعنا اهوت، وجنبه طبق الرز اللي ابو شعريه الجميل اللي انا وريته لكم بيتعمل ازاي. طبعا الشعريه فيه مستويه زي الرز بالظبط زي ما قلت لكم. جميل جدا ما شاء الله الاكل، وبالف هنا وعافيه الكل شايف، بالف هنا وعافيه كل اللي هياكل. وده خلاص احنا كده خلصنا الاكل بتاع الغدوه بتاعتنا النهارده. الاكله جميله جدا وسهله وبسيطه وسريعه زي ما وريتكم، وتتبيله روعه 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 جميله، ريحتها حلوه قوي. يا رب ان شاء الله النهارده الاكله تعجبكم، ويا رب تنول اعجابكم وتقولوا لي رايكم فيها. وفي نهايه الفيديو بتاعي بشكركم جدا يا حبايبي، وبشكر كل اللي بيكتب لي كومنت حلو بشوفه بعلق له عليه جميل جدا، وربنا يبارك فيه ويوفقه يا رب في عمله. وبشكر كل اللي حتى لو اي كومنت مش كويس انا برضو بشكره، وبشكر كل اللي بيحطوا لنا لايك. يا رب ما تنسوش اللايك يا جماعة. وفي نهاية الفيديو بتاعي بشكركم جدا، وربنا يوفقكم، ومع السلامة يا حبايبي، شكرا لكم.